ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، كما هو معنون لهذه الكلمة بعلو الله جل جلاله وعلو الله تبارك وتعالى، معناه أن الله عز وجل فوق سماواته مستو على عرشه، عاليا على خلقه، بائنا منهم، ويعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى حركاتهم وسكناتهم، لا تخفى عليه منهم خافية. هذا العلو لله تبارك وتعالى ثابت في القرآن وثابت في السنة، وسيأتي معنا أنواع من الأدلة، وتحت كل نوع آيات وأحاديث. وثابت بالإجماع، كما قال بعض العلماء بإجماع الملائكة وإجماع الأنبياء والرسل وأتباع الرسل على الحقيقة من الإنس والجن، كلهم مجمعون على أن الله عز وجل فوق سماواته مستو على عرشه، عاليا على خلقه، بائنا منهم، ويعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى حركاتهم وسكناتهم، لا تخفى عليه منهم خافية. وهكذا الفطر السليمة والقلوب المستقيمة مجبولة على الإقرار بأن خالقها وفاطرها ومعبودها وإلهها الذي تألهه وتعبده وتلجأ إليه وتفزع إليه، أنه فوق سماواته مستو على عرشه، عاليا على خلقه، بائنا منهم سبحانه. ولنشر أيها المسلمون إلى ما تقدم من ذكر أنواع من الأدلة في القرآن وفي السنة تدل على ثبوت العلو لله تبارك وتعالى. فمن هذه الأنواع أسماء الله عز وجل الحسنى الدالة على صفة العلو، والدالة أيضا على معاني العلو لله تبارك وتعالى. من ذلك اسمه جل وعلا الأعلى، قال الله سبحانه: سبح اسم ربك الأعلى. فالأعلى من أسماء الله جل وعلا،
وهو دال على صفة العلو لله تبارك وتعالى، علو الذات وعلو القدر والصفات. وورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجعلوها في سجودكم. وفي الحديث كلام، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى. وهكذا المسلمون يقولون في سجودهم: سبحان ربي الأعلى. وأعضاء السجود في الأرض من جبهة ويدين وركبتين وقدمين في الأرض، ومع ذلك اللسان يقول: سبحان ربي الأعلى، والقلب متجه إلى العلو. ولم يخالف في ذلك إلا بشر المريسي المعتزلي الجهمي الذي أنكر علو الله عز وجل. فالجهمية والمعتزلة ومعهم الأشاعرة أنكروا علو الله تبارك وتعالى. فهذا الرجل الخبيث كان يقول في سجوده: سبحان ربي الأسفل، عليه من الله ما يستحق. وهكذا من أسماء الله تبارك وتعالى الدالة على صفة العلو اسم الله العلي. في آخر آية الكرسي: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وفي آية ثانية: إن الله كان عليا كبيرا. وثالثة: قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. وآية الرابعة: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وآية أخرى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فمن أسمائه الظاهر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذا الاسم: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. ومن أنواع أدلة العلو تلك الأدلة المصرحة باستواء الله تبارك وتعالى على عرشه. قال أهل العلم: وكل دليل دل على استواء الله تبارك وتعالى على عرشه فهو دليل على علو الله جل جلاله. قد ذكر الاستواء في القرآن في 7 مواضع. في 7 مواضع ذكر الله عز وجل أنه استوى على العرش. في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. في سورة الفرقان: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما ثم استوى على العرش الرحمن. في سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها
وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وهذا العرش معاشر المسلمين الذي استوى عليه الله سبحانه هو أكبر المخلوقات وأعظم المخلوقات، وقد وصفه الله جل وعلا في كتابه الكريم بالعظيم، رب العرش العظيم، ووصفه بالكريم رب العرش الكريم، ووصفه بالمجيد على قراءة الجر ذو العرش المجيد، فهو أعظم المخلوقات وأكبر المخلوقات. ووصفه الله عز وجل بأنه محمول، الذين يحملون العرش ومن حوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وهكذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن له قوائم، قال يصعق الناس فأكون يصعق الناس يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا بموسى باطش أو ماسك بقائمة من قوائم العرش. وهذا العرش هو أعلى المخلوقات، سقف الجنة. في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، وليس فوق العرش إلا الله جل جلاله. وفي الحديث أو في الأثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو صحيح عنه وله حكم الرفع، قال: والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. ومن أدلة العلو تلك الأدلة التي تصرح بالفوقية، فوقية الله جل جلاله. قال الله سبحانه: وهو القاهر فوق عباده. وقال سبحانه في الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ولما حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم وتغنم أموالهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق 7 سماوات، من فوق 7 سماوات. وكانت زينب رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهن، فتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. يعني قوله سبحانه: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فكانت تفخر بهذه الميزة والمنقبة، فتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. ومن الأدلة الدالة على من أنواع الأدلة الدالة على ثبوت العلو لله جل وعلا تلك الأدلة المصرحة بأن الله في السماء. قال الله سبحانه: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. أأمنتم من في السماء يعني الله جل وعلا، فالله عز وجل في السماء. ما معنى في السماء؟ قال أهل العلم: في السماء أي على السماء، والسماء هنا جنس،
فالمراد جنس السماوات، أي أأمنتم من على السماوات، وهو الله سبحانه وتعالى. وهل تأتي في بمعنى على؟ الجواب نعم. في القرآن قال الله سبحانه فسيروا في الأرض. ليس معناه في الأرض أنك تدخل في الأرض، فسيروا في الأرض أي عليها، على الأرض. لأصلبنكم في جذوع النخل، في جذوع النخل، ليس معناه أن فرعون يدخلهم في جذوع النخل، وإنما يكون الصلب على جذوع النخل، فتأتي في بمعنى على، وهذا من تناوب حروف الجر، وهذا معلوم في اللغة العربية. فقوله أأمنتم من في السماء أي من على السماء، أي من على السماوات. والمعنى الثاني الذي ذكره أهل العلم أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في العلو. السماء بمعنى العلو، وفي اللغة العربية كل ما علاك يسمى سماء. ولهذا قال الله سبحانه ونزلنا من السماء ماء مباركا. من أين ينزل المطر؟ من السماء، من السحب، من السحب. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، فالمطر ينزل من السحب. لكن هنا قال الله عز وجل ونزلنا من السماء. لماذا؟ لأنها في العلو، فكل ما علاك يقال له سماء. إذن أأمنتم من في السماء أي من في العلو، وهو الله سبحانه وتعالى. في العلو أي فوق سماواته، عاليا على خلقه سبحانه. ولما جاء ذو الخويصرة يعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، فقال عليه الصلاة والسلام ويحك، ومن يعدل إلا ما عدل. فأراد بعض الصحابة أن يقتله، فقال دعه فإنه يخرج من ضئضئه. أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقال عليه الصلاة والسلام بعد كلام هذا ذو الخويصرة قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، أي من على السماء المعنى الأول، أو من في السماء من في العلو، وهو الله جل جلاله. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، إلا الذي كان في السماء ساخطا على هذه المرأة، على هذه الزوجة التي يدعوها زوجها إلى الفراش فتأبى عليه، ترفض. وهذا فيه عظم حق الزوج على زوجته، فحق الزوج عظيم. تنتبه المرأة إلى هذا الأمر العظيم، وهو أن حق الزوج عظيم جدا، أعظم من حق من؟ أبيها وأمها. لو أمرها أبوها بشيء وأمرها زوجها بشيء ولم يكن فيه معصية، لا هذا ولا هذا، تقدم أمر من؟ تقدم أمر من؟ أبوها الذي رباها وأنفق عليها وصرف عليها دم قلبه كما يقولون. مع ذلك انظر لو تزوجت وأمرها زوجها بشيء وأمرها أبوها بشيء، إن استطاعت أن تجمع بين الأمرين فبها ونعمت، وإلا قدمت أمر زوجها. ولهذا إذا مات أبوها كم تحد عليه؟ إذا كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تزد على 3
أيام إذا كانت تؤمن بالله واليوم الآخر، فلا تزد في الحداد على أبيها 3 أيام، على 3 أيام. وأما زوجها إذا مات كم تحد عليه؟ تابع للعدة، فإن كانت حاملا فتحد عليه مدة حملها إلى أن تضع حملها، وإن كانت غير حامل فأربعة أشهر و10 تحد عليه. نعم، تابع الحداد والإحداد للعدة. فانظر عظم حق الزوج على زوجته. ففي الحديث هنا إذا دعاها فأبت ولم يكن لها عذر إلا كان الذي في السماء من على السماء، إلا كان الذي في السماء أي في العلو وهو الله جل جلاله ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. وكان لمعاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه جارية ترعى الغنم في أطراف المدينة، فجاء ذئب وأكل عليها شاة، فغضب معاوية ابن الحكم فلطمها لطمة، قال معتذرا وكنت بشرا كسائر البشر أغضب كما يغضبون، فصككتها صكة، فندم فأراد أن يعتقها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالخبر، فقال عليه الصلاة والسلام ادعها. فجاءت الجارية فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. في السماء يعني إيش؟ إما أن نقول في العلو أو في السماء أي على السماء. فقال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال لمعاوية أعتقها فإنها مؤمنة. وهذا يدلك على أن من لم يعتقد أن الله في العلو فهو ليس بمؤمن. قال أعتقها فإنها مؤمنة. هذه جارية ما كانت من الملازمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كانت ممن يحضر كثيرا مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، جارية ترعى الغنم في أطراف المدينة. مع ذلك انظر على أي عقيدة كانت عليها هذه الجارية، لتعرف المجتمع، مجتمع الصحابة أي مجتمع كان، مجتمع لا يكون ولن يكون مثله، ولن تلد النساء مثل الصحابة رجالا ونساء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هذه جارية في أطراف المدينة ترعى الغنم وهي على هذه العقيدة العظيمة. بينما اليوم للأسف الشديد لو وجهت السؤال لربما لدكاترة في الجامعات أين الله؟ ربما أجاب بإجابة للأسف الشديد إجابة خاطئة تدل على تلوث فطرته وعلى اعوجاج قلبه وعقيدته. فربما قال لك الله إيش؟ في كل مكان. الله في كل مكان. عقيدة أهل الحلول والعياذ بالله يعتقدون أن الله عز وجل يحل في كل مكان. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذه عقيدة غلاة الصوفية وغلاة الرافضة وغلاة الجهمية، أن الله يحل ويحل في كل مكان. فقد يجيب بعضهم بهذا الجواب. لماذا؟ لأن كثيرا من المسلمين للأسف الشديد لا يأخذون عقيدتهم من كتاب ربهم ولا من سنة نبيهم ولا ما سطره علماء العقيدة في كتب العقيدة، وإنما يأخذون عقيدتهم ويأخذون أمور دينهم ربما أخذوه من كما يقال زبالة أذهان ونحاتة أفكار، ومن فلاسفة ومن جهمية
ومن معتزلة ومن أشاعرة، ربما أخذوا أمور دينهم ومنها أمور العقيدة من مسلسل أو من فيلم، كما هو حال كثير من المسلمين يأخذون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذون ربما العقيدة من فيلم الرسالة، هذا الفيلم الذي زور التاريخ وكذب على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وحرف وبدل وغير. وعند خروج هذا الفيلم كم نصح العلامة الإمام عبد العزيز بن باز، نصح القائمين على هذا الفيلم والداعمين لهذا الفيلم ومن يقف وراء هذا الفيلم، نصحهم وكتب إليهم اتقوا الله جل جلاله، فأبوا إلا أن يخرجوا هذا الفيلم الذي فيه التزوير والكذب والتحريف. ومع ذلك إلى يومنا هذا كثير من المسلمين يأخذون السيرة من هذا الفيلم ويأخذون أيضا من أمور العقيدة المحرفة، منها في مشهد من مشاهد الفيلم يصورون أبا سفيان وعمار بن ياسر، فيقول أبو سفيان لعمار بن ياسر في الفيلم يعني بالتمثيل أنتم تقولون، أبو سفيان يخاطب على أنه يخاطب عمارا، أنتم تقولون أن الله في كل مكان، ويسكت في الفيلم، يسكت ما يرد عليه. معنى ذلك إيش؟ أن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم وذلك المجتمع يقولون أن الله عز وجل في كل مكان. انظر إلى هذا التحريف العظيم، انظر إلى غرس هذه العقيدة الخبيثة من خلال هذا الفيلم. الله في كل مكان، وهنا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول للجارية أين الله؟ فتقول أين؟ في السماء. فننتبه من أن نأخذ عقائدنا ونأخذ أمور ديننا، سواء كان في الأصول، سواء كان في الفروع، سواء كان في العقيدة، في العبادة، في المنهج، في السلوك، في الأخلاق، ننتبه أن نأخذها ممن هب ودب، وإنما نتلقى مصدر التلقي عند المسلم عند المؤمن، مصدر التلقي القرآن والسنة. ومن أدلة العلو علو الله جل وعلا، أو من أنواع أدلة العلو لله تبارك وتعالى تلك الأدلة التي فيها ذكر الرفع وذكر الصعود وذكر العروج. ترفع إلى الله أشياء وتعرج إليه أشياء وتصعد إليه أشياء. هذا الصعود، هذا الرفع، هذا العروج يدل على إيش؟ يدل على علو الله تبارك وتعالى. أين تصعد هذه الأمور؟ تصعد إلى الله. أين تعرج هذه الأمور؟ تعرج إلى الله. أين ترفع هذه الأمور؟ ترفع إلى الله سبحانه وتعالى. الملائكة تعرج، قال الله عز وجل تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وفي الحديث الصحيح يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم إلى أين؟ إلى الله سبحانه وتعالى، فيسألهم كيف تركتم عبادي وهو أعلم بهم سبحانه، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. وهكذا يقول الله سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح إيش؟ يرفعه، يصعد يرفع. هذا دليل على علو الله تبارك وتعالى. وفي الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، تقبلها ربنا عز وجل وأخذها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. وهكذا عيسى عليه السلام قال الله سبحانه بل
إيش؟ رفعه الله إليه. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إيش؟ إلي. فهذا الرفع يدل على ماذا؟ يدل على علو الله تبارك وتعالى. وهكذا النزول، نزول الملائكة، نزول الأمر، نزول الكتاب. النزول من أين؟ من علو، من عند الله تبارك وتعالى. قال الله سبحانه: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. من أين تنزل الملائكة؟ من عند الله تبارك وتعالى. وهكذا يقول الله سبحانه: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. وهكذا ينزل الأمر، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وهكذا الكتاب القرآن من أين نزل؟ من عند الله تبارك وتعالى. تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من حكيم حميد، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. فهذا الكتاب أنزل من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا النزول دليل على إيش؟ دليل على علو الله تبارك وتعالى. وأذكر حديثا يتعلق بالعروج وحديثا يتعلق بالنزول. أما الحديث الذي يتعلق بالعروج فهو من أوضح الأدلة على علو الله تبارك وتعالى، لا سيما عند عوام المسلمين، وهو عروج النبي صلى الله عليه وسلم. المعراج، معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى وإلى حيث شاء الله جل جلاله. هذا دليل على إيش؟ هذا دليل على علو الله، من أوضح الأدلة إن لم يكن الأوضح. عند من؟ عند عوام المسلمين، أن الله عز وجل في العلو. ثم كان يتردد النبي صلى الله عليه وسلم بين ربه وبين من؟ وبين موسى. ينزل بعد أن فرض عليه 50 صلاة، نزل إلى السماء السادسة التي فيها موسى عليه السلام، فراجعه موسى قال: ارجع إلى ربك وسله التخفيف، إني قد عالجت الناس وقربت الناس، ارجع إلى ربك. فكان يرجع إلى الله، ينزل السماء السادسة ثم يصعد إلى الله سبحانه، يصعد إلى الله سبحانه حتى حصل التخفيف 5 صلوات في اليوم والليلة من حيث العمل، ومن حيث الأجر 50 صلاة. فهذا دليل على العلو. إذا عرفنا أن هذا واضح لا سيما عند عوام المسلمين. مع ذلك حصلت قصة: دخل رجل يوم جمعة خطبة جمعة، وإذا بالخطيب يخطب يعني ماذا؟ قصة المعراج. طيب، كان هذا اليوم هو يوم 27 رجب، وكثير من المسلمين يعتقد أن المعراج في ليلة 27 من رجب، وهذا ليس عليه دليل، لا من القرآن ولا من السنة ولا من إجماع صحابة ولا من قول صاحب. فلم يثبت أن المعراج كان في 27 من رجب. مع ذلك هذا الخطيب خطب بهذه المناسبة في قصة المعراج. المهم، الخطبة من أولها إلى آخرها في قصة المعراج وعروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، ويعني كلمه الله عز وجل من غير واسطة، ثم يتردد بين موسى وبين ربه جل جلاله. وبعد أن انتهى من القصة قال: أيها الناس، إياكم أن تعتقدوا أن الله فوق السماوات، إياكم أن تعتقدوا أن الله في العلو. انظر، لماذا؟ لأن هذا الخطيب على عقيدة الأشعرية وعقيدة المعتزلة وعقيدة الجهمية. هذه العقيدة ما زالت منتشرة، وهناك جامعات تدرس هذه العقيدة، جامعات تدرس هذه العقيدة في مدرجات الكلية، يقولون الله عز وجل لا فوق ولا تحت، ولا داخل العالم ولا خارج العالم،
ولا متصل ولا منفصل، ولا عن يمين ولا عن يمين ولا عن شمال. تدرس هذه العقيدة الأشعرية المعتزلية الجهمية في جامعات مشهورة في وطننا العربي والإسلامي، وفي مدرجات الكليات يقرر للطلاب مثل هذه العقيدة الخبيثة. انظر إلى هذا الوصف، يصفون الله عز وجل لا فوق ولا تحت، لا داخل ولا خارج، لا منفصل ولا متصل، لا عن يمين ولا عن شمال. لما سمع بعض الأمراء ممن من الله عليه بالعقيدة الصحيحة، سمع هذا الكلام من بعضهم، قال هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. أضاعوا ربهم، لأن هذا وصف للعدم، شيء لا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال ولا داخل ولا خارج ولا منفصل ولا متصل. ما هو هذا؟ هذا العدم. لو قيل صف لنا العدم ما وجد أحسن من هذا الوصف. فقال هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. فننتبه يعني الطلبة إذا كانوا يدرسون في جامعات أو كانوا يدرسون في مدارس وقام المدرس يقرر لهم هذه العقيدة، أنكر عليه وناقشه وتكلم معهم بما ثبت في الكتاب والسنة. إذا عرضوا لكم فيلم الرسالة يعرضونه في المدارس، فأنكر على المدرس وأنكر عليه مثل هذه الأساليب، وأن نأخذ عقائدنا وأن نأخذ سيرة المصطفى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من فيلم، ليكن الطالب آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، لا سيما إذا كان قد من الله عليك أنك تحضر حلقات العلم في المساجد، وأنك تسمع الخطب، تسمع كلام أهل العلم من تقرير العقيدة الصحيحة السليمة. فكن آمرا بالمعروف صداعا بالحق، ولا تخف في الله لومة لائم. أما الحديث الذي يتعلق بالنزول، وهو يدل على علو الله جل وعلا، وهو نزول الله سبحانه، في حديث النزول الذي ثبت عن نحو من 30 صحابيا، قال عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر ينزل الله عز وجل. هذا النزول دليل على إيش؟ دليل على علو الله تبارك وتعالى. المؤمن الحق يؤمن ويصدق ويستغل الفرصة، فيقوم في هذا الوقت ويدعو الله جل وعلا بخيري الدنيا والآخرة، ويسأل الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة، ويستغفر ربه تبارك وتعالى. هذا المؤمن الحق، صاحب العقيدة السليمة، صاحب القلب المستقيم. أما صاحب الفطرة الملوثة وصاحب القلب المعوج تراه يقول: كيف ينزل الله؟ كيف ينزل الله؟ لا، ما ينزل الله. الذي ينزل الملك، الذي ينزل الأمر، الذي ينزل الرحمة. فيحرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا صاحب عقيدة ملوثة، صاحب فطرة اجتالتها الشياطين، شياطين الجن وشياطين الإنس، صاحب قلب أعوج. لو كان حقا مؤمنا لانتهز الفرصة وقام في هذا الوقت يدعو الله ويسأل الله ويستغفر الله، يدعو الله ويسأل الله ويستغفر الله، ويقول كما قال الشافعي رحمة الله تعالى عليه: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذان. نعم، فهذا الدليل دليل النزول، نزول الرب جل جلاله
هو من أدلة علو الله تبارك وتعالى، من أدلة علو الله تبارك وتعالى. وهكذا معاشر المسلمين من أنواع أدلة العلو لله تبارك وتعالى تلك الأدلة التي جاءت برفع اليدين، برفع اليدين. قال بعض العلماء: ورد رفع اليدين من 100 حديث في وقائع متفرقة، من 100 حديث في وقائع متفرقة. يعني واقعة الاستسقاء رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، رفع يديه. في مناشدته لربه يوم بدر رفع يديه صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا في وقائع متفرقة وهو يرفع يديه عليه الصلاة والسلام. هذا الرفع يدل على إيش؟ على أن الله فين؟ على أن الله في العلو. ولهذا كل من حزبه أمر، كل مؤمن حزبه أمر وأهمه أمر يرفع يديه. أين يتجه بقلبه وقالبه؟ أين يتجه ببصره؟ أين يتجه بيديه؟ إلى جهة العلو، إلى جهة العلو. حتى ذكر بعضهم أنه رحالة من هؤلاء الرحالة رحل إلى بلدة، وهذه البلدة أهلها ملاحدة، يعني ما يؤمنون برب ولا يؤمنون بدين. قال: لكن استوقفني شيء غريب، لما يحصل لهم شيء يخرجون جميعا إلى الصحراء فيرفعون أيديهم إلى جهة السماء. هذا يدل على إيش؟ على أن الإنسان مجبول، مجبول في فطرته على أن الله عز وجل أين؟ أنه في العلو سبحانه. فيتجه المسلم بيديه ويتجه بقلبه ويتجه ببصره إلى جهة العلو. قلنا ولو كان في موضع سجوده فقلبه متجه إلى العلو. ذكر بعضهم عن الحويني أو الجويني، نعم الجويني الشافعي الإمام الكبير من أئمة الشافعية، وكان فيه شيء أو على عقيدة الأشعرية، كان يقرر نفي الاستواء، لأن الاستواء هذه صفة فاصلة لا يثبتها إلا سني ولا ينكرها إلا مبتدع، صفة استواء الله عز وجل. فكان يقرر للتلاميذ أن الله عز وجل ليس له هذه الصفة ولا تثبت له هذه الصفة. فقام أحد الطلبة قال له: يا أستاذ، دعنا من ذكر الاستواء، دعنا من ذكر الاستواء، قل لي، حدثني عن تلك الضرورة التي يجدها الإنسان في قلبه أنه عندما يقول يا الله يتجه إلى فوق. فهذا الأستاذ أطرق برأسه وقال: حيرني، كان اسمه الهمداني، حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، وقام من مجلسه. ما استطاع أن يجيب. ضرورة جبل الله الناس عليها أن الله عز وجل أين؟ في العلو، إلا من تلوثت فطرته واجتالته الشياطين عن هذه الفطرة. تذكرون؟ لا نستمر 5 دقائق. طيب، أيضا من الأدلة على علو الله تبارك وتعالى تلك الإشارة التي أشار فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جهة العلو. وهذا كان في حجة الوداع، حيث قال للصحابة: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه إلى السماء وقال: اللهم اشهد. وكان ينكتها عليهم، يرفعها إلى السماء وينكتها عليهم ويقول: اللهم اشهد 3 مرات. إذن هذه الإشارة إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. وبهذا تعلم أن العلو ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم:
وثبت ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وثبت من فعله بدعائه حيث رفع يديه، وهكذا بالغ في الرفع في الاستسقاء، وأيضا برفع إصبعه في حجة الوداع، وثبت من إقراره في أي حديث؟ في حديث الجارية، أين الله؟ قالت في السماء، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت العلو من قوله صلى الله عليه وسلم ومن فعله ومن إقراره صلوات الله وسلامه عليه. الأشاعرة والمعتزلة والجهمية عندهم هذه الإشارة منكرة. أولا عندهم من اعتقد أن الله في العلو عندهم أنه يكفر والعياذ بالله، لأن الله لا داخل ولا خارج، لا فوق ولا تحت، أو أن الله في كل مكان. هذه العقيدة أو هذه العقيدة الباطلة. طيب، ومن أشار؟ قالوا من أشار بإصبعه إلى جهة العلو معتقدا أن الله عز وجل في العلو تقطع إصبعه. هذا الحكم عندهم، هذا الحكم موجود في كتبهم، ما هو افتراء ولا كذب عليهم. هذا الحكم موجود في كتبهم، أن من أشار بإصبعه معتقدا أن الله في العلو فتقطع إصبعه. هذا يلزمهم إيش؟ يلزمهم أن يحكموا على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن انظر كيف الشيطان يجر الإنسان إلى أشياء عجيبة وغريبة. أيضا من الأدلة التي يستدل بها أهل العلم على علو الله تبارك وتعالى، وأن الرسل والكتب جميعها مجمعة على إثبات العلو لله تبارك وتعالى، ما ذكره الله سبحانه عن فرعون، حيث قال الله تبارك وتعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هذا معناه ماذا؟ معناه أن موسى أخبر فرعون أن الله أين؟ أن الله في العلو، وأن الله فوق سماواته. فما كان من فرعون إلا أن قال لهامان: ابن لي صرحا، نلي سلما عظيما حتى أصعد إلى السماء وأطلع إلى إله موسى. هذا الطاغية، أكبر طاغية عرفته البشرية. فهذه الآية يستدل بها العلماء على علو الله جل وعلا، وأن موسى أخبر فرعون بأن الله في العلو وأن الله فوق سماواته، فما كان من فرعون إلا التكذيب والجحد. ولهذا معاشر المسلمين قال أهل العلم: من أنكر العلو وجحد علو الله عز وجل من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن سلك مسلكهم فهو فرعوني، يعني سلك مسلك فرعون والعياذ بالله في إنكار علو الله تبارك وتعالى وتكذيب موسى فيما قاله له من أن الله عز وجل في العلو. ومن أثبت علو الله تبارك وتعالى وأن الله فوق سماواته مستو على عرشه عاليا على خلقه بائنا منهم، فإنه موسوي محمدي، يعني من أتباع الرسل، ومنهم موسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام أجمعين. فبالجملة أخواني في الله معاشر الآباء، عقيدة العلو عقيدة عظيمة أجمع عليها كما سمعنا، أجمع عليها أهل السماوات، وهكذا أجمعت عليها الكتب المنزلة، وأجمع عليها الأنبياء والرسل وأتباعهم
من الإنس والجن. فعلينا أن نعرف هذه العقيدة وأن نتعلمها وأن نعلمها أولادنا وأن نغرس فيهم هذه العقيدة العظيمة، وأن الله عز وجل فوق سماواته مستو على عرشه عاليا على خلقه بائنا منهم أي منفصلا عنهم سبحانه وتعالى. نعلمهم هذه العقيدة لأن العقيدة هي الأساس. العقيدة والتوحيد هي الأساس الذي تبنى عليه الأعمال، كأرضية صلبة تبني عليها بعد ذلك ما شئت من الجدران ومن الأعمدة ومن السقوف. وهكذا في أمور الدين لابد أن تكون على أرضية صلبة، وهي هذه العقيدة الصحيحة وهذا التوحيد لله رب العالمين. ولهذا كما سمعتم مجتمع الصحابة ساد الدنيا من شرقها إلى غربها بأي شيء؟ وما هو السبب بعد توفيق الله تبارك وتعالى وفضله ومنه وكرمه عليهم؟ بأنهم كانوا على عقيدة وعلى توحيد. فجارية ترعى الغنم في أطراف المدينة ليست من الملازمين لرسول الله ولا من المكثرين لمجالسته، ومع ذلك تعتقد هذه العقيدة العظيمة. هذا مجتمع ساد الدنيا من شرقها إلى غربها. والله سبحانه يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وعد الله الذين آمنوا، وأول أركان الإيمان ما هو؟ الإيمان بالله. ومن الإيمان بالله ماذا؟ الإيمان بأسمائه وصفاته، ومن أسمائه العلي والأعلى، ومن صفاته العلو. وهكذا يقول الله سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذا أردنا أمنا وأمانا فلا بد أن نكون على إيمان. الذين آمنوا ولم يخلطوا ولم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم، أي بشرك في الربوبية أو بشرك في العبادة أو بشرك في الأسماء والصفات. ومن ذلك جحد شيء من الأسماء أو جحد شيء من الصفات، ومنها صفة العلو. فلا أمن ولا أمان ولا تمكين ولا استخلاف إلا بأن نكون على عقيدة صحيحة وعلى توحيد صحيح. أما والشرك فينا والعقائد الملوثة فينا والإعوجاج في أمر الدين موجود، فكيف نرجو نصرا؟ وكيف نرجو أمنا وأمانا؟ وكيف نرجو استخلافا؟ نرى في بعض الأماكن قد عادت الزيارات الشركية لما يسمى بقبور الأولياء. تلك الزيارات التي فيها صرف العبادة لغير الله، من ذبح لغير الله، من طواف بالقبور على وجه التقرب لصاحب القبر، من دعاء، من استغاثة. يا عيدروس يا شمس الشموس أنقذ النفوس. يستغيثون بالعيدروس، وذاك يستغيث نعم ابن علوان، يا ابن علوان يا صفي من قصد بابكم نجي. وهذا يستغيث بالهاشمي، وهذا يستغيث بالجيلاني، وهذا يستغيث بالمحضار، وهذا يستغيث بالحسين، وهذا يستغيث برسول الله. كيف نرجو نصرا؟ وكيف نرجو تمكينا؟ وكيف نرجو أمنا وأمانا؟ وكيف نرجو حياة طيبة ونحن على هذا الحال المزري؟ لن تقوم لنا قائمة إلا متى ما كنا على عقيدة صحيحة وعلى توحيد صحيح. أذكر قصة: جاء رجل من الجزائر يقال له علي بن حاج
كان رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ، جماعة في الجزائر من فروع جماعة الإخوان المسلمين. الجماعة الأم في مصر، ثم لها فروع في سائر بلاد المسلمين، من ضمنها الجزائر الجبهة الإسلامية للإنقاذ. هذا كان في التسعينات. فهذا الرجل الذي كان على رأس هذه الجبهة ذهب يزور الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، والشيخ الألباني كان عنده إلمام بما يحصل في الجزائر في تلك الأيام في التسعينات. فقال لعلي بن حاج، وهو يعلم الشيخ الألباني أن وراء علي بن حاج ووراء هذه الجبهة هذا الحزب وراءه الملايين، فقال له: أكل الذين معك يعرفون أن الله استوى على عرشه؟ أكل الذين معك يعرفون ويعتقدون أن الرحمن على العرش استوى؟ فقال له: نرجو ذلك يا شيخ. فقال له الشيخ الألباني: دعك من الجواب السياسي، كلمني بصراحة وأجبني بصراحة، كل الذين معك يعتقدون هذه العقيدة؟ فقال له: لا. قال الشيخ الألباني: يكفيني منك هذا أنه لن تقوم لكم قائمة، ولن يتحقق لكم على أيديكم نصر، وأنتم لستم على عقيدة إيش؟ على عقيدة صحيحة، لأن الله وعد والله لا يخلف الميعاد: الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات يعبدونني لا يشركون بي شيئا، لا في الربوبية ولا يشركون في العبادة ولا يشركون في الأسماء والصفات. فهؤلاء لهم التمكين. فقال: يكفيني منك هذا أن عاقبتكم الفشل، لأنكم ما تعتنون بالعقيدة. ولهذا قال الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز: جماعة الإخوان المسلمين ويدخل فيها سائر الفروع لا تعتني بالعقيدة ولا تهتم بالتوحيد. وهذه شهادة من إمام زمانه وإمام عصره الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه. فلا بد من الاهتمام بالعقيدة، لا بد من الاهتمام بالتوحيد، لا بد أن ينشأ الجيل على عقيدة صحيحة ويتربى على توحيد سليم، حتى يحقق ربنا جل وعلا وعده لنا بالنصر والتمكين. ولهذا أدعو الآباء وأدعو الأمهات وأنصحهم وأنصح نفسي قبلهم من أن نربي أولادنا على العقيدة الصحيحة، ونغرس فيهم التوحيد، ونغرس فيهم هذه العلوم النافعة التي جاءت في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا ادفعوا بأولادكم إلى حلقات تحفيظ القرآن، حفظوهم كلام ربهم تبارك وتعالى، وفي كلام ربهم من أوله إلى آخره ماذا؟ أسماء وإيش؟ وصفات. فما من آية إلا وهي مختومة باسم أو باسمين من أسماء الله تبارك وتعالى، وما من آية إلا وتجد فيها صفة من الصفات لله تبارك وتعالى. فحفظوهم القرآن في صغرهم، وهكذا أيضا علموهم العقيدة الصحيحة بجانب القرآن، يتعلمون العقيدة الصحيحة ويتعلمون التوحيد ويتعلمون الخوف من الله ومراقبة الله جل وعلا. بهذا تستقيم الأحوال، بهذا تستقيم الأمور، بهذا يستقيم الأولاد. ما سيستقيم الأولاد إلا بعقيدة صحيحة وبتربية على الخوف من الله تبارك وتعالى ومراقبة الله جل وعلا. ابنا أو بنتا اغرس فيهم هذا، وستستقيم أحوالهم وأمورهم بإذن الله جل وعلا. وننبه أنك تدفعهم إلى الإنسان المأمون الذي يعلمهم العقيدة الصحيحة ويعلمهم التوحيد السليم، لا يحرف فطرهم ولا يجعل ولا يكون ممن يحاول أن يجتال الفطر ويجتال القلوب ويحرفها عن الصراط المستقيم، بل ادفعهم إلى حلقات يقوم عليها
أصحاب خوف من الله، أصحاب استقامة، أصحاب دين صحيح، أصحاب خوف من الله جل وعلا، أصحاب توحيد سليم، أصحاب منهج مستقيم. فهذا بإذن الله عز وجل ينشأ لنا جيل لعل الله يفتح على يديه ويمكن له في هذه الأرض، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة لمن؟ العاقبة للمتقين. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأسأله جل وعلا أن يغفر لمن حضر هذا المجلس ولوالديه، وأن يفتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه، وأسأله جل وعلا أن يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأسأله جل وعلا أن يصلح حال هذه البلاد، وأن يصلح أئمتها وولاة أمورها، وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتنهاهم عن الشر، وأسأله جل وعلا أن يدفع عنا وعنكم كل سوء وضير، وأن يدفع عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين كل كيد ومكر، وأن يكشف مكر الأعداء، وأن يرد كيدهم في نحورهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.